أهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة. أصعب لحظة هي لحظة الوداع، لما بنحس إن الأيام الجميلة بتخلص وبنخاف نرجع لزحمة الحياة ونفقد السكينة اللي عشناها. بس الحقيقة إن النهايات مش دايما حزينة، النهاية هي مجرد بوابة لبداية تانية. رمضان بيخلص، بس رب رمضان موجود في كل وقت. السر مش في إننا نودع الشهر، السر في إننا نودع النسخة القديمة مننا اللي كانت تعبانة وقلقانة، ونستقبل نفسنا الجديدة اللي عرفت طريق الهدوء. القرآن علمنا إن العبادة والسكينة ملهاش تاريخ انتهاء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا هو الموت، يعني المشوار مستمر. الاستقامة بعد الطاعة هي علامة القبول. لو قدرت تحافظ على خلق واحد بس اتعلمته في الحلقات اللي فاتت، أو على سجدة واحدة في جوف الليل، أو على كلمة طيبة جبرت بيها خاطر حد، فأنت كده كسبت الرحلة. السكينة مش حالة مؤقتة، السكينة منهج حياة لازم يكمل معانا في الشغل وفي البيت ومع الناس. أكبر درس في فقه النهايات والوداع كان يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة كلهم اهتزوا إلا أبو بكر الصديق، وقف بقمة الثبات وقال جملته الشهيرة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أبو بكر كان بيعلمنا إن المنهج باق وإن غاب الأشخاص أو الأوقات. يعني لو رمضان رحل، فالعطاء السكينة في رمضان موجود معاك في شوال وفي كل شهور السنة. الثبات هو اللي بيصنع الفرق بين اللي كان عابر سبيل وبين اللي بقى صاحب دار. عشان ما تنطفيش بعد رمضان محتاج 3 وصايا. أول حاجة، قليل دائم. ما تضغطش على نفسك بعبادات كتير، اختار حاجة بسيطة، ركعتين، صفحة قرآن، ذكر معين، واستمر عليها. تاني حاجة، صاحب الصحبة الصالحة. خليك قريب من الناس اللي بيفكروك بالهدوء والسكينة، وابعد عن لصوص الطاقة والمشتتات. تالت حاجة، الدعاء للثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ده كان أكتر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عارف إن القلب بيتقلب. خلي وداعك لرمضان هو بداية عمر جديد مليان نور. يومكم كله ثبات وطمأنينة.